بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في عالم فطوم أحلى. اليوم إن شاء الله هسوي معاكم الكدر اللي هو الخمير اليمني واللحوح، وهنشوف الطريقة. أول شيء هنا في الخلاط حطيت تقريبا كاسة ونص من الموية، وحطيت عليها ملعقة من الفلفل الأسود، ملعقة من الكركم، ملعقة من الكمون، فص توم، واحد عيش صامولي، ونخلطهم حتى يصبح سائل هنستخدمه في العجين. في الزبدية هنا حطيت 4 كاسات من الدقيق الأبيض، كاسة ونص من دقيق الحبش أو الذرة، وكاسة من دقيق البر أو الدقيق الأسمر. نخلطهم ونضيف عليه حبة البركة، ونبدأ العجن بالخليط ونضيف عليه الملح. ناخذ جزء من العجين ونستخدمه في الخبز، والجزء الثاني نحله بعد ما تخمر بالموية عشان نستخدمه للحوح. نخليها لحد ما تخمر يتضاعف حجمها بالنسبة للعجين، وبالنسبة للحوح هيكون من فوق السائل حتظهر فقاعات كده، معناه انه هو تخمر. اخذنا الجزء اللي سوينا منه العجين كده ونظبطها عشان نحطها على الطوة. نفردها بالموية عشان يسهل فردها. طبعا هذا العجين نستخدمه في فتة، ممكن باللبن، ممكن غموس، بتضيفي كمان عليها السمن. نسوي معاها السلطة اللي هي الدقوس أو السلطة الحارة بالبندورة وثوم كزبرة، ونغمس في اللبن. تحطي ممكن سمن اللي هو السمن اليمني، عندك أكثر من طريقة تستخدميها وتاكليها معه، وطعمه مرة لذيذ. النوع الثاني اللي هو السائل، خلاص بعد ما نسخن الطوة نبدأ نصبه. ممكن إذا كان في حصل فتحات وكذا تغطيها بالملعقة. طبعا أنا مو فنانة في عملية الصب، بس لازم تكون خفيفة. هذا اللحوح يستخدم في برو تغميس، تحطي معاه مرقة دجاج، مرقة لحم، تحطي معاه لبن وتحطي عليه سلطة النعناع. ممكن تسوي معاه اللي هو الزقني اللي هو الحبشي. عندك كم طريقة تستخدميها. أحاول إني أرتبها. سويت تقريبا 12 حبة. ما شاء الله العيال مرة تعجبهم هذه الأكلة، يغمسوها في الأغلبية مع اللبن ويأكلوها. اليوم طبعا وجهتكم لليمن، للأكلة اليمنية خاصة، وإن شاء الله تعجبكم. ولا تنسوني من اللايك والاشتراك. شوفوا كم حبة. ناكلها مع اللبن، وإلى لقاء آخر إن شاء الله وفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.